إخوان السلام عليكم. الأساتذة وجدوا دروسكم، الآباء والأمهات تحزموا مع بناتكم وولادكم. هذا الشيء خطير بزاف. واش فراسكم المهزله اللي بغى يدير وزير التعليم؟ صافي الوزير غادي للمدرسه الهاويه. السي الوزير بغى يدير مدرسه الشغب. السي الوزير بغى يرد المدرسه بحال شي مارشي، فيه الكبير والصغير، فيه اللي باقي كيرسم بابا وماما في الوراق، وفيه اللي خرج من المدرسه في العهد ديال نوكيا، فيها بنتك ولا ولدك اللي باقي سنان الحليب كيقرا مع واحد كيخلص كريدي للبنكه. السي الوزير بغى يدير بالمدرسه حمله انتخابيه سابقه الاوانه. اليوم غادي نهضروا على واحد الاختراع تربوي جديد اللي اخترعه وزير الابتكارات العكسيه. اختراع ماشي فيه اصلاح، ولكن فيه تخريب العقول اكثر ما هو تخريب التعليم. اختراع اللي غادي يخليك تقرا انت وولدك في قسم واحد. السي الوزير بغى يرد المدرسه بحال دار الشباب ولا شي مخيم صيفي. السي الوزير شحال من كارثه باقي ناوي تجربها في المدرسه؟ التعليم راه ماشي مكب النفايات لسياستكم المرتجله، والتلميذ ماشي حقل تجارب لقراراتكم العشوائيه. واش باقي كتحل مصلحه التعليم ولا ناوي تحولوا لبرنامج اعاده ادماج المشرملين؟ في الفيديو اليوم غادي نهضروا على المذكره اللي جانا بها السي الوزير، مذكره محاربه الهدر المدرسي، وغادي نحاولوا نفهموا واش فعلا السي الوزير باغي ينقذ المدرسه ولا غير كيدير كوبي كولي البرامج ما تصلح لا لينا لا لولادنا. باغي تعرف التفاصيل؟ عطيني عقلك وركز معايا وتبع حتى الاخر. اثارت مذكره صادره عن مديريه اقليميه تابعه لوزاره التربيه الوطنيه جدلا واسعا في الاوساط التعليميه بعد دعوتها الى اعاده ادماج التلاميذ المفصولين والمنقطعين عن الدراسه في المؤسسات التعليميه العموميه، بما في ذلك فئات كبيره في السن 22 سنه، وهو ما اثار مخاوف بشان تاثير ذلك على مسار التلاميذ الصغار والمتفوقين داخل المدارس. وجاء في المذكره التي تصدر في اطار تطبيق خارطه الطريق 2022-2026 وخططها الإجرائية لسنة 2025-2026 أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ستبدأ ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر شتنبر 2025 بالسماح لإعادة إدماج التلاميذ المفصولين والمنقطعين في جميع مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي كجزء من جهود محاربة الهدر المدرسي وتعزيز تعميم التمدرس. وتشدد المذكرة على ضرورة مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية للتلاميذ المعنيين، مع السماح بعودة التلاميذ الذين لم يتجاوزوا سن 16 سنة، وعدم اعتبار السلوك معيارا للرفض إلا إذا كان موثقا بتقارير رسمية في الملف المدرسي. كما يمكن النظر في طلبات التلاميذ الذين سبق لهم أن قدموا طلبات إعادة التمدرس في المواسم الدراسية السابقة. وفيما يتعلق بالسن الأقصى المسموح به لإعادة التمدرس، نصت المذكرة على تحديد سن لكل مستوى دراسي كما يلي: 17 سنة للأولى إعدادي، 18 سنة للثانية إعدادي، 19 سنة للثالثة إعدادي، 20 سنة للجدع المشترك، 21 سنة للأولى بكالوريا، و22 سنة للثانية بكالوريا. ويترك لمجلس القسم الحق في دراسة الطلبات التي تتجاوز هذه الأعمار، وذلك لمنح فرصة إضافية لبعض الحالات الخاصة. إلا أن هذه المذكرة أثارت استياء واسعا بين فعاليات تعليمية ونقابية، حيث تعتبر أن إعادة دمج فئات كبيرة في السن بعضها يتجاوز 20 سنة وسط تلاميذ صغار السن قد يؤدي إلى خلل تربوي حاد، ويزيد من مظاهر سلبية مثل التحرش والانحراف داخل المؤسسات التعليمية، إضافة إلى تأثيره السلبي على التحصيل الدراسي للمتعلمين المتفوقين. وانتقدت النقابات التعليمية هذه الخطوة ووصفتها بمحاولة خطيرة لقتل ما تبقى من المدرسة العمومية عبر تحويلها إلى حقل تجارب تربوية واجتماعية غير مدروسة، داعية الوزارة إلى التركيز على تطوير التكوين والتأهيل النفسي والبيداغوجي للتلاميذ بدل ترك المدارس العمومية تواجه هذه التحديات بمفردها، ما قد يدفع الأسر إلى التوجه نحو التعليم الخاص تفاديا لما وصفوه بفوضى تربوية مقننة. في المقابل، طالبت بعض الجهات التعليمية باعتماد مقاربات أكثر توازنا ترتكز على مراكز التكوين وإعادة التأهيل المدرسي بدلا من إعادة دمج التلاميذ المفصولين بطريقة عشوائية، لضمان حماية المدرسة العمومية وتحقيق بيئة تعليمية آمنة وفعالة لجميع المتعلمين.